سلام البنات، مرحبا بكم في القناة نتاعي مطبخ فاطين المغتربة. اليوم بغيت نشارك معاكم كاطو اللي يقولوا له كاطو سنيوة. يجي شباب يطيب في صنيع على ضربة وتقطعوه وتزوقوه ويجي بنين وشباب ما شاء الله. فيه واحد الخفة واحد البنة ما نحكي لكمش. نبدو بالوصفة بسم الله. هنا في ريسيبيون درت 2 حبات نتاع البيض ودرت كاس نتاع السكر وزدت هنايا رشة نتاع الملح وزدت قسم مغرف صغيرة تاع لافاني. بديت نخلط فيهم مليح حتى تحسوا شويه هذاك السكر بدا يذوب. وهنايا زدت كاس قل ربع تاع زيت. زدت خلطت مليح هاد المكونات. هنايا الا تخلطوا الزيت مليح مع السكر والبيض. وهنايا زدت 2 مغارف كبار تاع المايزينا و2 مغارف كبار نتاع الكاكاو وخلطوا مليح هاد المكونات. من بعد زدت هنايا تاني 2 مغارف كبار نتاع اللحظه. اللحظه هي اللي تعطيه بنه شابه لهاد الكاطو تاعنا. وزدت هنايا مغرف صغيره تاع خميره الحلويات وبديت نزيد في الفرينه واللين في هاد الكاطو. هنا ما تعجنوهش باش ما يطلقلكمش الزيت، غير هكا تلايموه. من بعد درته في البلا وبديت نسرح فيه على هاد الشكل مستطيل ودرته يطيب. من بعد كي يطيب خرجته كما كتشوفوا. زدت عليه هنايا ذوبت شويه شوكولا، زدت لها شويه تاع الزيت وبديت نسرح فيها هكا من الفوق. ومن بعد هنايا جبت شويه شوكولا بيضاء ودرت هكا شكل خطوط. اللي ما عندها الشوكولا بيضاء دير شويه سكر كلاص مع شويه تاع الحليب وتزوق بها كيما هاك بالكيورطون. من بعد قطعتهم وفي الجوانب طليتهم شويه بالكونفيتور وزدت لهم هذاك البسكوي اللي قعد زياده طحنته في الاشوار وزوقت به الجوانب. شوفوا جا فيه واحد البنه ما شاء الله، خفيف خفيف ريشه. نتمنى ان شاء الله تجربوه ومتاكده بلي غادي يعجبكم، ما يديش الوقت بزاف كاع. ودرك ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم في وصفه جديده ان شاء الله وفي فيديو جديد.